السيدات والسادة، معلماتي، أساتذتي، زميلاتي وزملائي الطلاب، أبناء سوريا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم الاستثنائي أكون معكم لا كسيدة أولى، بل كطالبة سورية حملت في قلبها حلما وسارت إليه رغم التحديات لتتم مسيرتها العلمية في جامعة إدلب الغالية. أقف اليوم على أرض صمدت، أرض جرحتها الحرب فأنبتت أملا وأزهرت علما واحتضنت آلاف القصص التي تنبض بالحياة. فالسلام عليك يا إدلب، يا عاصمة الإرادة، ويا زيتونة لا تنكسر ولا تنحني. تجربتي هنا لم تكن تجربة عابرة، بل كانت رحلة إنسانية عميقة فيها من التعب والدمع كما فيها من الفخر والإنجاز. جلست على مقاعد الدراسة مع زميلاتي، اقتسمنا السطور والظروف واجتزنا معاً امتحانات الحياة قبل امتحانات الجامعة. في كل يوم من هذه السنوات كنت أزداد إيماناً أن المرأة السورية لا تليق بها الهزيمة، وأن كل أم وكل أرملة وكل طالبة في هذا الوطن قادرة على أن تكون شمعة تضيء وبذرة تثمر وصوتاً لا يقصى. شكراً جامعة إدلب، شكراً لهذه القلعة العلمية التي أصرت أن تفتح أبوابها حين أغلقت كل الأبواب. شكري لأساتذتي الذين آمنوا بالعلم حين خافه البعض، ولكل من صمد في موقعه كي تستمر عجلة المعرفة. لم أكن وحدي في هذه الرحلة، بل كانت معي آلاف النساء السوريات اللواتي يكتبن تاريخاً جديداً بالحبر والدمع، بالصبر والأمل. زملائي الخريجون، اليوم ننتقل من مقاعد الدراسة إلى ميادين العمل، من الامتحانات إلى المسؤوليات. فسوريا الجديدة لن تبنى بالكلمات وحدها، بل بسواعدنا وعقولنا. أخواتي السوريات، دوركن في التربية والتعليم، في الاقتصاد والإعلام، في الطب والهندسة هو حجر الأساس في نهضة الوطن. والمرأة